وقبل ما ندخل بقى في العلامات المهمة، من أغرب الحاجات اللي ممكن حد يكون عارفها بقى عن الناس اللي هي عندها انجذاب روحي تجاه بعض. الناس دي كده بشكل عام بتكون ناس متعاطفة مع الناس اللي حواليها، عندها كده كمان حاسة سادسة. الناس دي كمان ما بيشغلهاش كلام الناس، تركيزهم أكتر بقى على مشاعرهم مش على أفكارهم. يحبوا دايما بقى إن يشوفوا الخضرة والورد والطيور كمان. لما بيتعاملوا بقى مع ناس مش كويسين بيحاولوا إنهم يبعدوا عن الناس دول قدر الإمكان، وده كله بقى علشان يريحوا دماغهم. ناس بقى ما بتحبش الرغي كتير، عمرهم ما بيحكموا على اي حد بان الشخصية دي مثلا مش كويسة الا لما يشوفوه. عمرهم ما بيخدعوا اي حد، عارفين قيمة الحياة كويس جدا، عندهم كمان سلام داخلي. الناس دي باختصار ايجابيين جدا. يلا بقى ندخل في علامات الانجذاب الروحي. العلامة هنا رقم 1، في كده انجذاب طبيعي ما بين الطرفين. بمعنى بقى انك انت اول ما تشوف الشخص ده من الوهلة الاولى هتحس كده ان في انجذاب تجاهه وفي عاطفة تجاه الشخص ده، والانجذاب والعاطفة بتكون متبادلة ما بينكم، ومهما حصل ما بينهم اي خلافات من اي نوع ما بيعرفوش يبعدوا عن بعض. العلامة بقى رقم 2، اللي ما بينهم بقى انجذاب روحي، دايما بيكونوا عارفين يعني ايه حب. يعني الكلمة دي بالنسبة لهم مش كلمة والسلام، عارفين قيمة الحب، بان الحب ده شيء عظيم جدا. عشان كده لما الاتنين دول بيلتقوا بياخدوا عهود على بعض بانهم يحافظوا على الحب ده وبيلتزموا بيها تجاه بعض. العلامة بقى رقم 3، العلاقة اللي ما بين الشخصين دول اللي عندهم انجذاب روحي تجاه بعض مبنية دايما على الثقة والصدق في كل شيء حتى لو كان بسيط. بيتشاركوا مع بعض بقى في كل خصوصياتهم. الاتنين دول ما بيتخلوش عن بعض ابدا، وده لانهم بقى فاهمين مشاعر بعض كويس جدا، نقدر نقول كده بشكل مش طبيعي. العلامة بقى كمان رقم 4، بيبذلوا جهد بقى كبير جدا لاهتمامهم ببعض. العلامة بقى رقم 5، حتى طريقتهم في الحياة تقريبا بتكون واحدة أو بتكون شبه بعض، وده علشان أفكارهم زي بعض. فلسفتهم بقى وثقافتهم في الحياة تقريبا بتكون واحدة. يعني لو حد مر بتجربة قبل كده عاطفية فاشلة من زمان، الشخص التاني بيكون نفس الكلام، حتى أخلاقهم وقيمهم زي بعض. علامة بقى رقم 6، لو حصل ايه ما بيتخلوش عن بعض ابدا. الكيمياء الروحيه بقى اللي ما بين الاتنين دول بتكون بقى هي المفتاح اللي بيفتح العلاقه ما بينهم. لما بنلاقي بقى اتنين قريبين من بعض متوافقين يعني مع بعض في كل شيء تقريبا، كنا بنقول الاتنين دول في كيمياء كده ما بينهم. فلما تقابلوا بقى رفيق الروح بتاعكم اقدر اقول لكم انكم هتعيشوا حياه سعيده جدا. في مقوله بقى بتقول: احبك لانك قطعه مني، انت توأم روحي الذي من الصعب أن ينقطع. أشوفكم على خير إن شاء الله.